قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابب أقول لكم صلي على النبي. وفيديو النهاردة هيكون الحلقة الأولى من حكاية شيا وهان. وصدقني يا صديقي، الحكاية دي من أعظم الحكايات اللي ممكن تسمعها طول حياتك، لأنها مختلفة وبتتكلم في أكتر من جانب، من حيث السحر والمغامرين والوحوش. والبطل بتاعنا ذكي جدا وبيتم التنمر عليه في البداية، ولكن في النهاية بيوصل لهدفه وبينتقم من كل شخص تنمر عليه وبيبقى الأقوى في العالم. فبتبدأ حكايتنا بأشياء نازلة من السماء، وبيكون في مجموعة من الأشخاص واقفين تحتها وبيكونوا منبهرين منها، وبيكون في واحدة واقفة فوق واحد من البنايات وبيكون عايزة تنتحر، ولكن أخوها بيجي في آخر لحظة بيقول لها أختي ما تعمليش كده، وهي بتبص له وبتقول له شاو سامحني أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. ولكن يا صديقي ما بتسمعلهوش وبتنتحر، والشاو أول ما بيشوف كده بيجري وراها. لكن يا صديقي هما الاتنين بيقعوا من فوق المبنى، ولكن بيكون خايف جدا وبينزل هو واخته بسرعة كبيرة وبيقول خلاص كده النهاية، أنا كده خلاص هموت. ولكن بيقطع انتباه صاحبنا، بيكون شايف واقف قدامه والكائن ده بيكون لونه أحمر وغريب، وصاحبنا بيكون مصدوم وبيقول هو ايه ده وليه بالتحديد جه في الوقت ده. والكائن ده بيتوجه ناحية صاحبنا بسرعة كبيرة، وصاحبنا بيرفع ايده الاتنين عشان يحمي وشه، وبنشوف ان الكائن ده جه في واحدة من ايد صاحبنا يكون اندمج مع ايد صاحبنا، وبنشوف ان الصورة ضبابية وصاحبنا واخته بينزلوا على الارض وبيكون في ناس متلمين حواليهم، وبنشوف صاحبنا بدأ يفقد الوعي وبنسمع صوت بيقول اكتمل ربط المضيف، طاقة حياة الهدف منخفضة، بدء الإصلاح. وبعد مرور 10 أيام بالفعل صاحبنا بيكون صاحي من النوم، لكن بيكون مفزوع لأنه ما بيكونش عارف إيه اللي بيحصل. وبعد كده بيخش الحمام بتاع بيته، وبعد ما بيخلص استحمام وبيكون واقف قدام المراية بيكون مستغرب من شكل جسمه، وبيقول أنا بعد ما نطيت من الارتفاع ده لسه عايش وجسمي سليم بالكامل. وبيكون مستغرب وبيبص لإيديه، وخاصة الإيد اللي دخل فيها الكائن الغريب، وبيكون ظاهر عليه علامة غريبة، وبيقول شو تيان انت اللي قتلت اخت وانا هخليك تدفع الثمن. وبيكون غضبان جدا. وبعد كده بنروح لمجمع شونغ، وصاحبنا بيكون واقف قدام بنايات كبيرة وبيخش المبنى اللي كان قدامه، وفي اتنين من الحراس بيكونوا واقفين قدامه وبيقولوا له ايها الفتى انت ما اتعلمتش من غلطك ولا ايه وجاي تثير المشاكل مرة تانية. بيقول لهم انا عايز اتكلم مع شوتيان ومش همشي من هنا غير لما اتكلم معاه، ولكن ده ما بيعجبش الحراس، وبيكون في شخص هيهجم عليه وبيحاول يوقفه او يضربه، والشخص التاني بيكون بيتكلم في اللاسلكي مع الشخص ما، والشخص اللي بيكلمه ده بيقول له تمام طلعهولي. عشان كده الحراس بياخدوا صاحبنا من غير ما يضربوه وبيدخلوه جوه الاسانسير، والاسانسير بيطلعه لشقة ما، وبيكون في شخص في استقباله وفي حارس من الحراس واقف جنبه، والشخص اللي قاعد ده بيقول له تكلم ماذا تريد. وصاحبنا بيقول له انت اجبرت اختي انها تموت نفسها وانت هنا بتستمتع بوقتك يا وغد. لكن الشخص ده بيكون واخد الابعد الحدود وبيقول له اختك انتحرت انا مالي. وصاحبنا بيقول له لو انت ما ضغطتش عليها وهددتها ما كانتش موتت نفسها، وهو بيزعق في وشه بيقول له مجرد موظفة استقبال ما عرفتش تأدي وظيفتها فلازم انا اكون قاسي عليها. وصاحبنا ما بتلاقيش فايدة من الكلام معاه، فعشان كده بيحط ايده في جيبه وبيكون جايب سكينة معاه وبيطلعها وبيجري ناحيته وبيكون عايز ينتقم منه، لكن الحارس اللي جنب الشخص ده بيمسك ايديه على طول، ومش بس كده بيسدد له ضربة في معدته بتكون قوية جدا، وصاحبنا من الضربة دي بيبدأ يكح وبيكونش قادر ياخد نفسه، وابو شعر اصفر الوغد بيقوم ويحط رجله عليه وبقول له انت اتجرأت انك تضربني في مكاني، انت ما تعرفش ان في هنا كاميرات ولا ايه؟ انا هقتلك وقدام الحكومة هيبقى هلتك دفاع عن النفس. وبيكون غضبان جدا مع انه هو اصلا في الاساس غلطان. وورا البناية اللي احنا بنكون فيها بيكون ظاهر انسان غريب بيكون ماشي وسط البشر العاديين لكنه مش في وعيه، والظاهر كده ان في حاجة غريبة لانه بيطلع صوت زعيق من الناس اللي حواليه، وفي اشخاص منهم بيقولوا شخص ما يأكل الناس وبيبدأوا يستنجدوا. ولما بنرجع لصاحبنا بيكون واقع زي ما هو، والشخص الوغد ده بيكون خلص ضرب فيه، وصاحبنا من كتر التعب بيفضل ينزف دم. واللي بيقاطع الوغد ده من ضرب صاحبنا ان الحراس اللي واقفين على البوابة بره بيكلموا في اللاسلكي بيقولوا له في فوضى في الشارع ونقدر نقول ان الناس اتجننت وبياكلوا في بعض، وهو بيقول للحراس اللي وراه خدوا بالكم من الولد ده وانا هروح اتحقق من الامر بنفسي، وهما بيقولوا له حاضر يا سيدي. وصاحبنا اصلا وهو راقد على الارض بيكون في عالم تاني بيقول انا اسف انا عديم الفائدة انا محتاج لك قوة، انا لو كنت اقوى شوية كنت هعرف اجيب حق اختي. وبيطلع نفس الصوت اللي ظهر قبل كده وبيقول بدأ تفعيل خلية الدم، تم إكمال الدمج مع المضيف، تم الكشف عن هدف في حالة هياج، تم استيفاء متطلبات التطور، اكتسب المضيف مهارة أساسية نصل عظمي، والمهارة دي بتسمح لصاحبنا إن هو يحول إيديه لشفرة حادة من العظام يمكن يخترق بها أي شيء بسهولة. والحراس بيكونوا بيتكلموا مع بعضهم
وبيقولوا الكلام اللي بيحصل تحت ده حقيقي ولا ايه، والشخص التاني بيقول له احنا ملناش دعوه وخلينا ننفذ اوامر المدير وخلاص. وصاحبنا بيطلع من وراهم وبيكون شكله مرعب، وبيبدأ نفسه يكون شديد وعينيه بتتحول للون الأحمر. والحراس أول ما بيلاحظوا صاحبنا وقف على رجليه مرة تانية، وبيقولوا الظاهر كده إنك قوي، بعد الضرب ده كله تعرف تقف على رجلك مرة تانية. وبيكون ماسكه من الياقة القميص، وبيكون لسه خلاص هيضربه وناوي كده على موت صاحبنا، لكن مرة واحدة وبدون سابق إنذار صاحبنا بيفعل المهارة الجديدة اللي لسه مكتسبها وبيخترق بيها صدره. والمهارة دي بيكون بالفعل طلعت نسل من العظام، وبيكون عبارة عن خازوق، وبيطلع صوت من النسل ده وبيدخل صاحبنا في حالة جنون، ولدرجة ان صاحبنا بيلحس الدم اللي على النسل بتاعه وبيقول دم طازة. والظاهر كده ان في كائن بيتحكم في صاحبنا، والحارس التاني بيكون شايف المشهد ده بالكامل ولكنه مرعوب، وبيقول انه وحش، ومن كتر خوفه رجله ما بتقدرش تشيله وبيقع على الارض وبيستسلم. وبيقول له بصيلي انا مستسلم ليك بالكامل، ارجوك ما تقتلنيش. وبيكون خاضع لصاحبنا بالكامل، ولكن صاحبنا ما بيطلعش منه اي رد، لدرجة ان السكوت بتاع صاحبنا بيرعب الحارس، ولكنه ما بيكونش ناوي على خير، فعشان كده بيحط ايده في ظهره وبيطلع اداة، والاداة دي بيكون عبارة عن حديدة وبيهجم بيها على صاحبنا، وبيقول اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. لكن صاحبنا ما بيدلهوش فرصة، والنسل بتاعه بيكون اخترق رقبته بالفعل، والنسل بتاعه بعد كده بيبدأ يتقلص، وصاحبنا بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. ولكن النسل بيكون طالع منه صوت وبيقول دم احتاج الى المزيد من الدم واللحم والعظام. لا ومش بس كده، صاحبنا بيكون واقف قدام الجثتين، والصوت اللي احنا سمعناه في البداية خالص بيقول، واللي يخلينا نسميه صوت النظام وخلينا نسميه بصوت النظام، كشف جوهر الحياة الأساسي. وبتبدأ إيد صاحبنا تتحرك لوحدها ناحية الجثث، والنظام بيقول امتص الخلايا، وكل الخلايا اللي جوه الجثتين بيبدأوا يطلعوا من جسمهم ويتوجهوا ناحية إيد صاحبنا، وإيد صاحبنا اللي فيها العلامة بتمتصهم كلهم. لكن الغريب ان صاحبنا بيبدأ يحس بألم شديد وبيصرخ من الوجع، وجسمه كله بيبدأ يتألم وكأن عروقه هتفرقع. وبعد المرحلة دي ما بتخلص بيكون واقع على الأرض منهج، وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل لغاية دلوقتي. بيكون باصص على الجثث اللي قتلها وامتص كل أجزائها، وبيقول بالفعل ان لسه قاتل اتنين دلوقتي، وبيكون خايف من الشرطة، ولكن بيقول في نفسه انا جيت هنا عشان الانتقام، وانا كده كده مت مرة قبل كده فما يهمنيش اي حاجة، ومهما يحصل انا لازم اتحمله. وبيكون خارج من الدور اللي هو فيه عشان ياخد انتقامه من ابو شعر اصفر، لكن بيتلاقي في الطرقة بشر كتير جدا لكن شكلهم غريب اشبه بالزومبي، وغريزة البقاء اللي جواه بتتفعل، وبيقول للقتل انا هقتل كل الاشخاص اللي قدامي. وبالفعل يا صديقي بيبدأ يبعت سلاشات من ايديه في اماكن حساسة في جسم الزومبي، وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. لكن الزومبي هما كمان مش هيسكتوا، وبيبدأوا يهجموا على صاحبنا وبيسببوا له أضرار بسيطة، وبيكونوا محاوطينه من كل مكان. لكن صاحبنا عشان يفلت منهم بيخرج النسل بتاعه وبيعمل دوامة حواليه، وبيكونوا قطعهم هما الأربعة في وقت واحد، وبيتوجه لباقي الزومبي اللي موجودين قبل ما يقتلوه هو بيقتلهم. وصوت النظام بيطلع له وبيقول طاقة الخلية منخفضة جدا، يرجى إعادة الشحن فورا، مستوى الطاقة منخفض جدا. وصاحبنا بيقول مستوى الطاقة، هو أنا دلوقتي لازم أمتص منهم الطاقة ولا إيه عشان أعرف أشحن نفسي؟ وبيكون واقف قدام جثث الزومبي وبيرفع إيديه اللي فيها العلامة، وبالفعل يا صديقي في طاقة بتطلع من إيديه، والطاقة دي بتتوجه ناحية الجثث، وبتبدأ ترجع له الطاقة دي مرة تانية مع كامل الخلايا اللي في أجسام الجثث. وبيحس برضه بنفس الألم اللي حس بيه قبل كده، بيكون الألم في البداية في إيديه لكن بيتوغل في كل جسمه، وبيحس بألم مضاعف عن المرة السابقة، وبتلاقي نفسه انتقل لعالم تاني. العالم ده مليان بالضباب وشكله غريب جدا ومفهوش ولا نقطة حياة واحدة، وبيكون طاير جواه. وصوت النظام بيقول له لقد وصلت جيناتك إلى عتبة التطور وبداية المرحلة الأولى من التطور. وصاحبنا بيبدأ جسمه كله يتشحن بالطاقة، والنظام بيقول له الطاقة الحالية 26%، والرقم ده بيبدأ يعلى واحدة واحدة. وصاحبنا بيقول في نفسه وايه المكان ده وايه اللي بيحصل لي وايه الصوت الغريب ده. وصوت النظام بيكمل وبيقول له المكان ده اللي اتنقل فيه وعيك
هنا ممكن تتدرب وتحسن من قدراتك وتتعلم مهارات جديدة، وطول ما انت هنا جسمك بيمتص الطاقة. وصاحبنا بيقول له انا مش عارف مين انت، لكن تم اصابتي من الوحوش اللي انا كنت بقاتلها، وغالبا كده انا هتحول لزومبي زيهم. لكن النظام بيقول له لقد تم تحويل جسمك بالكامل للمرحلة الأولية، وده اللي هديك مناعة ضد أي فيروس، وتم تصنيفك متعطش للدماء من الدرجة الأولى. ومن خلال استهلاك الطاقة المخزنة هيتم تسريع الشفاء لجسمك، ودلوقتي هيتم استعادة جسمك بالكامل. وإجمالي الطاقة المستهلكة هي 4 نقاط. وصاحبنا برضه ما بيكونش فاهم الكلام قوي، عشان كده بيقول له اشرح لي حالتي الحالية. والنظام بيقول له انت حاليا في حالة قريبة من الموت، فعشان كده جسمك بيمتص الطاقة من الفيروسات للحصول على نقاط الطاقة. من خلال استهلاك هذه الطاقة يمكن تقوية الشر الوراثي، ومن خلاله هتكتسب قوة أكبر وهتحصل على مهارات جديدة، مهارات من فئة متعطش الدماء. ودلوقتي أنا هديك ملفك الشخصي، ولما بيظهر الملف بتاع الحالة صاحبنا بيكون مستواه المضيء في المرحلة الأولى. الطاقة المتعطشة للدماء 24%، تقدم تطور الجينات 0%، المهارات المستفادة شفرة العظام. وصاحبنا بيقول له هي المهارات اللي هبدأ اتعلمها دلوقتي. والنظام بيقول له انت حاليا في المرحلة الأولى من الدم، المهارة الأساسية المتاحة شفرة العظام اللي انت مكتسبها بالفعل. وقدامك 3 مهارات تبدأ تفتحهم بالنقاط: المتعطش للدماء ب20 نقطة، ومهارة خطوط الرياح ب50 نقطة، ومهارة الهائج ب100 نقطة. لكن حاليا انت ما معكش نقاط غير انك تفتح مهارة المتعطش للدماء فقط، لانك ما معكش غير 24 نقطة. وصاحبنا طبعا بيكون زعلان من الكلام ده، وبيقول له تمام اشرح لي مهارة المتعطش للدماء. والنظام بيقول له متعطش للدماء مخلوق صغير اتولد من طاقة عشيرة متعطش من الدماء، قوته القتالية هتكون منخفضة، لكنه يمكنه جمع الذكاء وابتلاع أي كائن هيتم قتله، وهينقل جزء من الطاقة دي للمضيف. فاللي بيفهمه صاحبنا إن المهارة دي هتسمح له إن هو يستدعي كائن من غير تدخل منه، فعشان كده بيقول له فعل المهارة وأنا عايز أتعلمها دلوقتي. والنظام بيقول له تمام، تعلم المهارة الأساسية لتعطش للدماء، تعلم المهارة الأساسية لتعطش للدماء. تهنينا للمضيف، المهارة مكتسبة بنجاح وتم خصم 20 نقطة. الطاقة الحالية 4 من 100. النظام يقوم بإعادة وعيك إلى جسمك الأصلي، وبالفعل وعي صاحبنا بيرجع لجسمه الأصلي، وبيكون تعبان جدا من المرحلة دي، وبيقرر ان هو يجرب المهارة الجديدة. وبيقول خنفس متعطش للدماء، وبيكون مادة ايد المصابة، والايد دي بتطلع من الدوامة اللي جواها خنافس طائرة دموية، وبيكون شكلهم مرعب. والخنافس دول بيكون عبارة عن 3، واول ما بيشوفوا الجثث قدامهم بيطيروا ناحيتهم بأقصى سرعة، وبيتوجهوا ناحية الجثث، وبيبدأوا يغرسوا فيهم أنيابهم، وبيبدأوا يمتصوا الطاقة منهم. وصاحبنا بيقول الطاقة انها تنتقل الي من غير اي تدخل مني، ده عظيم جدا. وجسمه كله بيكون بينشحن بالطاقة. والنظام بيقول له الطاقة الحالية هي 3 من 100، والطاقة دي بتبدأ تزيد واحدة ورا التانية. وصاحبنا بيقول المهارة دي فعالة جدا وجميلة وعظيمة. انا مش بس المهارات اللي زادت، جسمي كمان اصبح اقوى، وبيتوجه لناحية واحد من الجدران، وبيختبر قدرته البدنية على الجدار اللي قدامه. وبالفعل الجدار ما بيستحملش ضربة من صاحبنا، وبيقول قدرتي مذهلة، انا جسمي دلوقتي اصبح اقوى وبقيت اشبه بالسوبرمان. ودلوقتي خلينا نروح للمهم وهو الانتقام. وصاحبنا بيطلع حشرات اكتر من حشرات الدم، وبيسميهم النحل العامل، وبيبعتهم ناحية الجثث، وبيقول كوني اكتر واكتر. وبيقول هو بيجري شو لا تجرؤ على الموت بسهولة قبل ما ياخد انتقامي منك. وتشو بيكون واقف فوق البناية، وفوق البناية بيكون منتظر نزول الهليكوبتر عشان تاخده هو والمزة بتاعته وتنقله من المكان. والمزة بتقول له هي هتيجي المروحية لهنا ولا ايه؟ وهو بيقول لها انت بتهزري معايا، انت مش عارفه انا مين؟ هنعمل اي حاجة في اي حتة في اي وقت. والحشرة بتاعت صاحبنا بتكون عثرت عليه، وصاحبنا اصلا مطلعهم في البداية عشان يدوروا على الوغدة ابو شعر اصفر. والوغدة ابو شعر اصفر بيكون لسه بيتكبر وبيتفخر بامكانياته وبفلوسه وبنفوذ ابوه. وصاحبنا بيكون قاعد في الدور اللي هو كان فيه، وبيكون بيدور عليه بالحشرات بتاعته، وبيقول له وجدتك، انت مش هتفلت من ايدي المرة دي يا وغد. ولكن بتمر ساعات على الكلام ده وما بيكونش في طيارة وصلت للمكان. والوغد ده بيضرب المزة اللي معاه وبيقول لها يا بومة يا بومة يا بومة، كل ده بسببك انت كان وشك نحس عليا. وهي بتكون بتعيط وزعلانة، وبتقول له بعد كل اللي انا عملته عشانك بتضربني عشان سبب تافه زي ده وماليش دخل فيه. ولكن هو بيمسك
سلكة من ذرة وبيرفعها من على الأرض، وبيقول لها أنت لو صدعتني تاني فأنا هقتلك دلوقتي. وهي بتتأسف وبتقول له أنا كنت مخطئة ومش هسبب لك الإزعاج مرة تانية. لكن بتلاقي تخبيط بيقاطعه، والتخبيط ده بيكون جاي من بوابة الأسانسير اللي جنبه، وده اللي بيلفت انتباهه بيكون قلقان منه. والحارس بيقول له البوابة دي بوابة فولاذية ولا يمكن للوحوش اللي تحت إنها تخترقها، ولكن بتظهر علامة على البوابة، والعلامة دي بتكبر وبتفجر الباب حرفيا تحت أنظار أبو شعر أصفر. ودخول رايق بيسبب حرايق، وده بيكون صاحبنا بالنسل العظمي بتاعه. وابو شعر اصفر ما بيكونش مصدق ان ده الشيوهان، وبرغم ان هو قلقان ومرعوب لا يكون صاحبنا اتصابوا بقى زومبي زيهم، الا انه برضه بيكابر وبيزعق في وش صاحبنا وبيقول له انا كنت سايب الواخدين اللي تحت دول يحرسوه، هم راحوا فين؟ هم عادمين الفايده بالفعل. والمزه اللي جنبه ده بيكون شكلها تعرف صاحبنا لانها بتبص بعيد وبتكون محرجة من صاحبنا، وصاحبنا شكله كده كمان هو يعرفها. وبنروح لفلاش باك صغير لما كان البت دي واقفة قدام صاحبنا وبتقول له يا شياو احنا لازم ننفصل، انت مش هتقدر تديني الحياة اللي انا عايزاها، انت فقير كحيان تعبان، وبتسيبه وبتمشي. ودي بتكون حبيبة صاحبنا السابقة ولكنها طلعت كلبة فلوس. ولما بنرجع للواقع بيقول لها اذا انت اتفصلت عني عشان الكلب ده. وابو شعر اصفر ما بيكونش عارف اصلا الموضوع ده، وبيقول لهم انتوا كنتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ولكن البنت بتكون بتحاول تكذب وبتقول له ان الوغد ده كان بيطاردني في كل مكان، وبتكذب عليه اكتر واكتر، وبتقول له اصلا انا ما كنتش عايز ابص له لكن هو كان بيضايقني. هو ازاي اصلا واحده زي تحب واحد زيه، واحد كحيان تعبان؟ وابو شعر اصفر بيستفز صاحبنا اكتر وبياخد ده تحت باطه وبيقول له الظاهر كده انا خدت منك كل حاجه من غير ما اعرف، حياه اختك وحبيبتك السابقه. وبيدي امر لكل الحراس اللي وراه يمسكوا ويقتلوا ويحدفوا من المبنى، والحراس كلهم بيسمعوا كلامه وبيتوجهوا ناحية صاحبنا عشان يقتلوه. لكن صاحبنا بيرد عليهم بالمثل وبينطلق بنصل العظام بتاعه وبيبدأ يقطع في جسمهم واحد ورا التاني وبيسيبهم بإصابات مباشرة في أماكن حيوية وقاتلة في جسمهم. وكل ده بيحصل تحت أنظار الأوغاد وبيكونوا منصدمين. والكاتبة بتقول له وحش وحش قتل كل أصدقائنا، هو الظاهر كده اتصاب بالفيروس اللي اتصاب بالبشر. والواخدة وشعر أصفر بيكون مرعوب وشكله كده عملها في البنطلون. وصاحبنا بيقول لهم بالفعل انا وحش لان في العالم الجديد مفيش الا الوحوش اللي هتقدر تعيش. وابو شعر اصفر بيسحب ناعم وبيبدا يستسمحه وبيقول له اخي العظيم ابو قلب ابيض السمح اكيد انت مش هتأذيني، وانا ما كنتش عارف اصلا البنت دي كانت حبيبتك السابقة ولا كان ليا ايد في موت اختك، ولو قتلتني فده مش هيغير اي حاجة. وصاحبنا بيقول له بالفعل انت محق في كل كلمة قلتها، انا لو قتلتك مش هيتغير اي حاجة. وابو شعر اصفر بيقول له انت عندك قلب كبير جدا، قول لي رقم حسابك يا اخي وانا هديك كل الفلوس اللي انت عايزها. ولكن صاحبنا بيهجم عليه بنصل العظام بتاعه وبيسيبه اصابة مباشرة. وابو شعر اصفر لما بياخد باله بيتلاقي ان ايديه اتقطعت بكل وحشية تحت انظارهم هما الاتنين، وبيغضب منه وبيجز على اسنانه وبيقول له انت بتهزر معايا ولا ايه يا واخد؟ انا هقتلك وهخلي ابويا يقتلك حتى لو رحت في بطن امك. لكن صاحبنا ما بيهموش اي كلام وبيقول له انت بتهددني وانت تحت رحمتي؟ انت صحيح اوغد الاوغاد. فعشان كده ابو شعر اصفر بيقرر ان هو يجر ناعم مرة تانية. لكن الكلام ده مش هياكل مع صاحبنا، ومرة واحدة بيسمع صوت صاخب من وراه، ودولت بيكونوا مجموعة زومبي طالعين وراه بكل شراسة بيكونوا عايزين يهجموا عليهم وياكلوهم. وبس كده فيديو النهارده كده بيكون خلص. لو انتم عايزين اجزاء اكتر من نفس الحكاية اظبطوا لي ده بلايك وكومنت وانا اقرر ان انا اكمل من الكومنتات بتاعتكم. وفي نهاية الختام اقول لكم سلام.